من الزجاج، زجاج مخلوط على بلاستيك. ببتدي على العين دي باخد مقاس العين، وبعد كده بروح مدورها بالقلم واحط الجزاز عليها من فوق كده، وابتدي احول العين. وبعد كده بعد ما احول العين ابتدي اقطع على الحجر الجلف، وافضل انحت فيها لحد من فوق بحجر الجلف والمبارد لحد ما تاخد تدويرة العين نفسها. بعد ما اخلص زي كده بتترسم العين النني والحاجات اللي حوالينه لحد ما تاخد شكل العين الاصلي. وبعد كده بعد ما تنشف اروح لزقها عليها بالوضع ده. استغرق كام يوم تحنيط؟ هي بقول لك من شهر مارس لحد مثلا اول امبارح، يعني مثلا لحد اول خمسة. لحد اول خمسة. مفيش حد على مستوى الجمهورية بيحنط الا معهد علوم بحر معهد علوم بحر هو اللي مختص بالتحنيط، والناس اللي متعلمين التحنيط في معهد علوم. حضرتك واحد من ضمنهم؟ وانا واحد من ضمنهم. واحد من ضمنهم. طب ايه المراحل التحنيط اللي مرت بيها السمكة؟ مراحل التحنيط هو الاول بتبتدي انت تسلخ السمكة، تفتح فتحة من اول اللب من هنا لغاية الديل او الزعنفة. بتبتدي الفتحة دي انت بتشفي بيها اللحم، تسلق بيها اللحم لحد ما تنظف اللحم خالص والبطن من جوه. بعد ما بتخلص النظافة خالص بتبتدي بعد كده تحشيها يا اما بالشر الخشب يا اما بقش الرز يا اما بالقطن يا اما بالاسفنج. بعد ما تاخد الشكل اللي كانت بيه قبل ما تسلق، وتروح مخيط الفتحة اللي انت فتحت عشان تسلق بيها وترجعها كأنها ما اتفتحتش تاني. وتبتدي بعد كده تنشف الزعنفة، تحط ورق كرتون من الناحية دي وورقة من الناحية دي، وتبتدي بفليكس تروح ماسكهم من فوق لحد ما تنشف. بعد كده بتشيل الحاجات ديت وترجع السمكة كأنها ما اتفتحتش. نفس الكلام ده في الديل برضه، والزعن التاني اللي فوق واللي تحت. ده بالنسبة لعملية التحنيط.